السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ في اول فيديو في القناه الجديده دي. النهارده احنا عندنا فكره جديده من نوعها، ان انت بتلعب لعبه قديمه بتحدي جديد. النهارده ان شاء الله يكون عندنا لعبه رينيجيد او كوماند اند كونكور، اللعبه اللي كنا بنلعبها زمان دي. النهارده هنلعبها بس بتحديات جديده. النهارده هنلعب مود المالتي بلاير، اللي هو المود اللي كنا بنلعب فيه تقريبا معسكر قصاد معسكر وكده. المهم يا جماعه، المود ده انا كنت بحبه جدا زمان، لانه هو كان بيبقى فيه صعوبة شوية عن مود القصة. فاحنا هنلعبه النهاردة، وان شاء الله يكون عندنا تحدي ان احنا نجيب عدد كيلات معين في المود ده. نخش الاول. هو بدأنا في المعسكر بتاع الجي دي اي، او اللي هو الجيش يعني، هم ناس كويسين. المفروض دلوقتي انه هو فوق على اليمين بيبقى فيه عدد الكيلات وعدد الديسات، اللي هو انت مت كام مرة في الجيم ده. هو عامة بيبقى الماب دي بتبقى تقريبا 25 دقيقة، وبتقعد بقى انت جي دي اي عندك معسكر زي اللي احنا كنا لسه طالعين منه ده، وبيبقى قصاد بقى الناحية التانية المعسكر بتاع النود، اللي هم الناس اللي هم داخلين علينا دول. Saddle up. I'm hit! اهو. My leg! My leg! هم بقى دول الناس اللي بيبقوا قصادنا. المفروض ان احنا بنخلص عليهم، واللي بيجيب خسائر للتاني اكتر هو اللي بيكسب. وانا لسه هوريكم المعسكر بتاعهم تقيل قوي. دي تابعهم برضو، لازم يقعدوا، هتلاقيهم بيفجروها دلوقتي، بيقعدوا يضربوها بالنار. وانا برضو نسيت اقول لكم انه الناس اللي ما تعرفش اللعبه او ما قتلها هو كده موت. عامة الناس اللي ما تعرفش اللعبة او اول مرة تشوفها، المعسكر بيبقى فيه زي ناس اللي هم زي القادة بتاعته، بيبقوا اقوى ناس في المعسكر عامة. كل معسكر بيبقى فيه زي ثلاثة بس هم اللي بيبقوا القادة بتوع المعسكر، ودول بيبقوا اتقل ناس في المعسكر عامة، وفي الناحية يعني. واحد من الثلاثة دول لو خرج بيعمل مشاكل كبيرة اللي بيلعب، اللي هو انا يعني. دلوقتي انا 3 كيل بالظبط. التحدي بتاع النهاردة ان شاء الله ان احنا نجيب 50 كيل. على فكرة مش سهلة يعني، ممكن في ناس تكون شايفاها سهلة لكن هي صعبة جدا. انا لسه ما كملتش 3 دقايق ومت. هي مش على فكرة مش هي صعوبة من اللعبة بس مش اكتر. انا لسه ما دخلتش جوه المعسكر. اهو طلع تاني. ده واحد من القادة اللي هم الكبار بتاع الزعماء يعني بتوع المعسكر التاني، ده اسمه مندوزا. هو ده المعسكر بتاعه. ده المعسكر طبعا، ما انا هتقتل كده الموضوع يعني صعب. انت حتى لو دخلت المعسكر انا مش مستحيل، مفيش اي فرصة انك تطلع. واحنا بنقضيها بقى من بره هنا، او ممكن نخش من ورا بقى يعني، فاهم انت؟ اهو شوف بيطلعوا ورا بعض. اهو طلع تاني بس من الناحية دي. طبعا هو هيخلص عليا. تعالوا اوريكم القائد التاني عشان كلكم بيبقى فيه 3. ده واحد اللي احنا لسه قاتلينه دلوقتي ده. هوريكم التاني دلوقتي. هو بيقعد يلف هنا في الناحية اللي هي اللي قصادنا دي. اهو هو ده. استنى اضربه. Warning, third pass refinement exceeding viscosity limits. اهو اسمه ريف شو. الراجل ده هتلاقوه اصلع ولابس نضارة كده، معاه سلاح بيموت من اول طلقة يعني. هي يا دوبك كفاية عليك طلقة واحدة. دلوقتي انا بقيت 8 كيل،
فاضل لنا 42 كده، فانا محتاج كده غامق يعني الوضع. طب عايزين نخلص التحدي بدري بدري يعني. طبعا ده المعسكر اهو من الناحية التانية عشان الناس اللي مشوفتوش. ده بقية المعسكر، بس هو الوضع بيبقى صعب شوية لأنه المعسكر متروس حماية، فأنت أي حتة أيا كان الحتة اللي هتروحها Warning. الوضع هيبقى GDI صعب أوي. harvester under هتنضرب يعني عامة. والحاجات دي مش بتتفجر بسهولة. أنا كان بإيدي مثلا أخش عادي ويعني أموت الحاجات دي وأخش، لكن الفكرة إن الحاجات دي عايزة أسلحة غالية. هو سلاح واحد تقريبا بيبقى شبه القنبلة، سلاح غالي قوي في اللعبة. اهو طالع اهو. بس ده سلاح غالي قوي في اللعبة، وبيبقى يعني زي حاجة زي تسونامي مثلا، او مش تسونامي، هو بيبقى زي دمار شامل بيحصل للمعسكر ككل بقى. اهو ده طالع اهو. طبعا يا جماعة اللعبة دي انا كنت بعشقها زمان، ختمتها قبل كده كتير. حتى يعني لو عايزيني برضو العب لكم المود بتاع القصة بتاع اللعبة، القصة بتاعتها جميلة جدا على فكرة. بس انا اخترت المود ده عشان خاطر انا كنت بحب المود ده، وحاسس ان المود ده فيه تحديات اكتر، فيه صعوبة اكتر من مود القصة. عشان كده بدأت بيه. ان انت فكرة انك تجيب عدد كيلات معين في وسط المعسكر اللي الصعب ده، فالموضوع بيخرج عن السيطرة. لانه بجد انت ما بتلحقش، ممكن يطلع عليك 6 مرة واحدة ما تلحقش، بيقتلوك، فاهم، يتكتروا عليك. احنا حاليا 10 كيلز بس، مش عارف ازاي 10. 10 قتلنا الاتنين دول كده. فاضل لنا 40 كيل. فاضل في الماب 18 دقيقة بالظبط. لا طالع تاني. Harvester under attack. طبعا يا جماعة بالنسبة للجرافيكس مثلا او الجيم بلاي بتاع اللعبة هتلاقوه ضعيف شوية، معلش عشان خاطر الامكانيات وكده. بس واحدة واحدة يعني هنحسن الدنيا ان شاء الله، وهنوصل بقى لجي تي اي 5 بقى وهو وهنموت اهو. الراجل ده مش مستقصد اهو، كلهم مستقصدين خلاص. مستقصدني، انا مش عارف طلع لي انا مخصوص ولا ايه. خلي بالكوا عشان الموضوع ده بيضايق، لان انا بعد كده ان شاء الله ممكن اعمل تحديات في المود ده مخصوص. ان انا نو ديس زيرو ديس، اللي هو ما موتش خالص، ما تقتلش خالص طول الماب 25 دقيقة انا بقتل بس، ايا كان عدد اللي هقتله، بس مش هموت. ده تحدي برضه، وعامة واحدة واحدة بس، فاهم، اخد على الجو الاول وابتدي اعمل سلسلة الاول، وبعد كده يبقى في عواقب لو ما نفذتش التحدي. وفي عواقب بقى، عواقب يعني، مش عقاب من اللي هو بقى. يعني فيديوهين 3 كده ان شاء الله، والراجل ده بقى نفسي يحل عني بقى. طبعا يا جماعة يعني في ناس ما بتحبش اللعبة دي، انا عارف، يعني في ناس ممكن تكون بتتفرج عليها دلوقتي ما بتحبش اللعبة دي او الالعاب الشوتر مثلا عامة يعني. فانت قول لي بقى في الكومنتات انت عادي يعني، شوف نوع الالعاب اللي انت بتحبه وهلعبه واعمل فيه تحديات حتى. او مثلا بتحب الالعاب القصصية زي مافيا مثلا، الالعاب اللي هي زي دي. تحب مثلا الالعاب اللي هي بتبقى عالم مفتوح زي جي تي ايه مثلا، قول لي برضو هلعبها يعني. بس اهم حاجة عرفني انت بتميل ناحية انهي لعبة، ان شاء الله يعني مش هتأخر في تنزيل الفيديوهات ان شاء الله. انا بس حابب افجر بالعربية عشان الاسبوع. هو طلع تاني، مش بقولك بس قصدني. هيقتله وبعد كده يخش عليا انا بقى. اهو يا جماعة اللعبة كرشت وخرجت لوحدها بعد ما جبت ال10 كيل، وعدت تاني من الاول. بس ايه، المرة دي خرج
مش مندوزا بقى اللي كان بيقعد يقتلنا المره اللي فاتت، لا خرج بقى الريف شو اللي انا قتلته المره اللي فاتت، زي ما يكون بياخد بحقه تقريبا. هو وقف لي هنا. طبعا السلاح ده من طلقه بيموت، مش محتاج اوصف لكم يعني الرعب. اهو واقف اهو. Nod harvester under attack. احاول بقى اعمل بقى اي حاجه زي ما اكون ايه اللعبه كرشت عشان تجيب له حقه تاني. أيوة. الله، ادي كل دي ممكن تكون اغلى كل في اللعبه يعني. Nod harvester under ايه ومفيش حد هطلع اعمل عليه كلات ولا ايه؟ لحد دلوقتي الفرقه كلها عامله 4 كل، والاربعه انا جايبهم يعني. مفيش حد بيطلع ولا ايه؟ حتى مندوزا نفسه مش باين اهو. كان شاطر يطلع عليا المره اللي فاتت، كان بيطلع لي انا مخصوص. اللعبه كرشت مش عارف، انا بقول لكم الدنيا بعافيه شويه. اهو طالع تاني اهو، طالع تاني. ما لمحنيش. ايوه هيديني طلقه دلوقتي تجيب اجل اهو. طلقه بس هي ما جابتش اجلي، ما جابتش اجلي لانه كان بيموت. يا نهار ازرق، ده وطالع مندوزا كمان. انا ناقص 3 دول ومندوزا ولسه قاتل ريف شو من شويه. ما حلوه دي كلات ماشي بس اهو. خلاص كده خلاص خلاص. هيطلع ريف شو بقى من هنا ويبقى بايظه بقى خالص. انا عايز بقى حد يجيلي بقى، عايز دكر يجيلي. اهلا شكرا. طلع قد كلام بالله. شوف بقى احنا بقى بيبقى فيه كريدت تحت اهو، لاحظ تحت في الشاشه اهو في كريدت. الكريدت ده بقدر اخش اشتري بيه اي حاجه، بس طبعا انا يعني ما اشتريتش من الاول عشان ببدا بزيرو كريدت. لكن لما بجمع بقى واحده ببتدي بقى اجيب ناس بقى ادي دول الثلاثه اهم. دول الثلاثه القاده بتاعوت الجي دي اي اللي هو المعسكر بتاعي، اللي هو هافوك وسيدني وموبيس. الثلاثه دول القاده، انا احسنهم يعني. الثلاثه احلى من بعض، بس دلوقتي عشان انا بواجه يعني بواجه على طول. فموبيس سلاح عامل زي مندوزا اللي لسه قاتلني ده سلاح، وهافوك ده بقى قناصة. فأنا بفكر أجيب هافوك. نشوف دلوقتي راجل رايق كده شيك بتاع قناصة بس. فأنا بفكر يعني أطلع فوق بقى أي حاجة في أي منطقة عالية وأجيب بقى من فوق. أنت فاهم بقى؟ وخلي بالك انت. وبعد كده على ربنا بقى احنا 5 كيل يعني. يا طلع تاني اهو، بس المرة دي طالع بقى انا طالع بقى اخد بطاري بقى. ايوه اهلا. شوف بقى يلا اللي بعده. بنعد في كلات. انا عايز دكر بقى يجي. هنطلع لهم بقى من هنا، واي حد هيطلع خلاص بقى انا بقى بصطدم من فوق وهو مش شايف. لا منها هموت. اهلا ما لحقتش. اهلا. طبعا انا عارف ان الفيو ده مش يعني ده لا ده مش منظر، انا عارف. بس يعني احنا لسه اول فيديو، لسه ما عملناش حاجه يعني. ولسه يعني الكاميرا ان شاء الله هظبط مكانها والفيو ده طبعا مش هتشوفوه تاني ان شاء الله يعني. وان شاء الله يعني. بس يعني انا اسف، بس عشان احنا لسه اول فيديو. بعد كده بقى ان شاء الله لا ده احنا هنشوف حاجه تانية خالص. هكون انا بقى قاعد في السيت اب بتاعي بلعب جي تي اي 5 ان شاء الله. نطلع بقى نصطادهم بقى من فوق. شوف بقى يعني ايه سنايبر بقى على حد يعني. شوف بقى ازاي تلعب بقى. شوف بقى هنعلمك اللعب. اهلا. شوف بقى ازاي.
مش اي حد، مش اي حد. هو طالع لي ولا ايه؟ اثبت بقى اثبت بقى اثبت بقى. تعالى بس انا بتضرب صح؟ انا 10 كيل لحد دلوقتي، انا عايز ده. ايوه انت تعالى. لا 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 مش هحلك. كلمني ايه يا عم؟ اهلا اهلا اهلا. تعالى يا نهار ازرق، ايه ده؟ ده طلع لي. خلاص والله خلاص. ايه يا عم في ايه؟ يا جدعان ما توقعتهاش خالص والله. والله ما توقعتها. ده هيطلع يا كوني دلوقتي. خلاص والله انا مش قصدي انت، مش قصدي انت. خلاص مفيش ريلود. طيب ما بتعملش ريلود. لا السلاح ما بيخلصش. راح فين؟ انا بس اللي بعمل ريلود، هو ما بيعملش ريلود. بس السلاح فين؟ بس السلاح فين؟ تعال بقى. ليه؟ ايه ده؟ مات مش اي حد يا جدعان. بص بقى من غير زوم، من غير زوم. تعال انا دمي على 3. تعالى برو بلاير يا باشا. بس تعالى لي بقى عرفهم بقى يعني لعب. قتلتهم كلهم لوحدي. عيني في متعة كده بقدم متعة. انا 16 كيل لحد دلوقتي وفاضل ربع ساعة الماب. طبعا انا ربع ساعة دي كتير عليا. اهلا طالع ياخد بطارة اهو. طالع ايوه بس شكرا. يا جماعة اللعبة كرشت تاني والله ما بهزر. يعني بجد كل الظروف ضدي، مع ان انا كنت مقطعها. يعني ما كانش فيهم حد قادر يقف قصادي. فحاليا ما احنا هنخفف بقى التحدي، لانه مش هينفع كده. لانه 50 احنا على بال ما نوصل لها. ومش عارف اللعبة اول مرة تكرش كده. يعني مش عارف بصراحة والله، اول مرة تكرش كده كل شوية. فانا هحاول بقى مثلا نخليهم 20 مثلا. 20 ما هو 20 عشان نخلص التحدي. ما انا مش هينفع اقفل الفيديو الا لما التحدي يخلص. ما هو انا تحدي واحنا بقى نقوم ببعض الاعمال الانتحاريه ونغامر ونخاطر عشان ان شاء الله نخلص التحدي ده. لان احنا كده كتير. تعال يعني نفسي بقى حد يقف قصادي. نفسي انا على 20 كيلو دي خلاص. يا نهاية بقى اموت او لا اموت، أو اكون او لا اكون. فانا بقى عايز حد بقى يقف قصادي دلوقتي ويقول لي انا هنا بقى، عشان هما جابوا كلاية اهو. ده احنا بنموت من ايه ده؟ بص ده المعسكر من جوه اهو، عشان اللي ما شافهاش قبل كده. انا معسكر من جوه، انا مش شايف حد بقى. انا داخل اندبهم كلهم. هم طبعا مدورين اتضربوا في بعض بره، وانا قاعد بتفرج هنا على المعسكر واللعبه تكرش بقى في الاخر. تعالى يا عم. انا عايز حد بقى يطلع لي. ايوه عايز بقى دكر يطلع. تعال شكرا. وبعده يلا ماشي وقت بقى. خلص بقى التحدي بقى. ده 3 كيل. انت يا اسطى بتلعب استغماية ولا ايه؟
تعالى تعالى يعني انا مستنيك. Need assistance. شكرا. كده احنا 5 كده ناقص 15. وطبعا بما ان التحدي ده قل فاللعبة هتكرش على ال 18. طبيعي. انت عارف انا لو عملتها عند 5 كده التحدي اجي عند الرابع هتكرش. يلا يلا اللي بعده. He got me. شكرا. تعالى تعالى. بس ايه انت ما صدقت ايه يا عم؟ شكرا. كده احنا 6. يلا 7 ايه ولا اي حاجة يعني. هي لازم نقطة. ايه المشكلة؟ سيب الأحسن من الوقعة إنك تقوم تاني. ده اللي احنا نعمله بقى. شوف بقى الراجل اللي أنا جايبه ده راجل كده مش سهل إلا ما كنتش جبته. فاهم قصدي؟ بس هتشوف دلوقتي هيعمل فيهم ايه ده. طبعا شوية إن شاء الله وهلعب يعني المود ده اللي هو المالتي بلاير. هو مش مود، هو في الأساسي في اللعبة، بس إن شاء الله يعني هبقى ألعبه أونلاين برضه. يعني هو في منه الأوفلاين اللي أنا بلعبه دلوقتي والأونلاين اللي هو بتلعب مع ناس تانيين. يعني أشك بصراحة إن في حد بيستعمل اللعبة دي دلوقتي. مش من وحشاتها على فكرة، بس قديمة حبتين. قديمة والشهرة بتاعتها ما خدتش شهرة زي جي تي ايه واللعبة بتاعت زمان دي، بس هي كانت حلوة أوي على فكرة. يعني حتى أنت إن شاء الله يعني حتى أنا إن شاء الله هلعب مود القصة وهتشوفوا بجد إزاي اللعبة فيها قصة وإزاي اللعبة ممتعة. على فكرة مهمتها صعبة جدا، مهمتها صعبة أوي. فإيه ادي واحد كمان اهو كده 9 كده ان شاء الله. شوف بقى الاختيار بقى، ما انا ما اخترتش اي حد، مش بلعب باي حد انا. يلا معانا يلا ضحى بنفسه عشان شكرا. هو بقى ايه شتت انتباه اللي هو اقتلهم ازاي كلهم لوحدي كده. ايوه شكرا بيضحوا من اجل ازاي. تعالى طبعا انا ممكن يعني ابقى زيهم دلوقتي يعني. ايوه تعالى بقى ريك شوف انا ممكن بجد اي طلقه تيجي فيها كده ولا كده ولا انا بجازف ازاي اهو. ايه بقى اهو ايوه هناخد بقى دلوقتي طلقه جايه مش عارف جايه منين. نروح بقى بتاع طبعا اهو ريف شو بنفسه. شوف التواضع طالع لي بنفسه. احنا يعني بنقدره والله وكرام الضيف يعني ده راجل ضيف فاهمني. في واحد فيهم هياخد طلقه دلوقتي يعني هو راجل يعني ريف شو ده. انا حاسسها هتكرر والله. تعالى بقى اوريكم القائد. احنا جبنا تعال نشوف بقى سيدني. تعال نشوف سيدني ده بقى السلاح بتاعها ده حاجه خرافه يعني. بس مشكلته ما فيش حاجه كامله كمال لله. بس مشكله السلاح ده ان هو الريلود بتاعه طويل قوي. ليه؟ لان الطلقه بتاعته بتدمج حرفيا اي حاجه. يعني انا ممكن اموت ابراج كامله في المعسكر التاني ده بالسلاح ده بس. عشان كده الفكره ان السلاح بياخد ريلود تقيل وبيبقى الطلقه زي ما انتم شايفين طلقه واحده بس. يعني الخزنه بيبقى فيها طلقه واحده بس. يعني هجربه دلوقتي لحد نشوف بقى مين صاحب النصيب. ايوه شوف
من بعيد، بتكلم من بعيد. تعالى بقى، بص بص بص، طلع بص بص، شوف طلع على طول، طلع ازاي. شوف احنا كده 16 كيل يا جماعة، كده احنا 16 كيل، فاضل 4 بس. طبعا التحدي خف انا عارف، بس عشان ان احنا نقعد كل شوية نعيد في 50 كيل تاني ونبدأ من الأول صعب. بعدين اجمع مثلا احنا لعبنا كام جيم؟ ده تقريبا التالت، ادي 20 ان شاء الله، وكان في زيهم قبل كده، يعني اجمعهم على بعض هيطلعوا 50. ده ماشي الدنيا بقى يعني، فاهم؟ انا مش عارف اللي طلعني هنا، مع ان السلاح ده اساسا بيجيب من قريب بس. Warning. مفيش حد كده يواجهني، عارف. يلا يلا يلا، 18، ايوه 19. يا جماعة اللعبة كرشت تاني، والله بتكلم جد بجد والله يعني. انا تعبت يعني، زي ما كنا اللعبة كانت سامعاني. انا قلت لكم هتيجي على 18 او 19 وتكرش، اللعبة كرشت تاني. شكرا. بس احنا جبنا 19 وخلاص، كان الراجل قصادنا اللي هو ال20 ونفنش، بس اللعبة مش عايزة كده. انا مش عارف بجد البي سي ماله، بس هو كان شغال، مش عارف بقى بصراحة. بس كده يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. الفيديو فكرته بسيطة، ده لسه أول فيديو في القناة، احنا لسه بنبتدي، لسه مش أحسن حاجة أكيد، بس الفكرة إن هي البداية بتبقى صعبة. بس فاحنا عملنا لعبة بسيطة، بدأنا بلعبة بسيطة الأول، والتحدي كان بسيط، حتى انتوا شفتوا الدنيا كانت عاملة ازاي. اللعبة مش وحشة، فكرة اللعبة كويسة. ان شاء الله يعني اعمل لكم تحديات تانية احسن، العب لكم لعب تانية كويسة. بس كل الفكرة انك اللي طلبوا منكم هو انك تكتب لي اسم اللعبة اللي حابب تشوفني بلعبها وبعمل فيها تحديات. عامة انا التحديات اللي اعملها مش هتبقى تقليدية، لا، في تحديات تانية هتبقى جامدة جدا يعني، سواء بقى كورة، الكورة، شوتر بقى، اوبن وورلد اللي هي زي جي تي ايه، اي حاجه، حتى لو سرفايفل، حتى اي حاجه. المهم الفكره ان احنا نتبسط بس مش اكتر. شوف قول لي اللعبه اللي حابب اتكلم عنها، او اللعبه اللي انا حابب العبها هنا واعمل فيها تحديات وفي عقاب كمان لو ما عملتش التحدي ان شاء الله. بس الفكره انك تكتب لي اسم اللعبه في الكومنت، بس تكون لعبه خفيفه. انت شايف الامكانيات عامله ازاي؟ يعني مثلا ما تقولي جي تي اي 5 مثلا، حاجه تكون خفيفه وفي نفس الوقت ممتعه، حاجه تكون حلوه. بس ده كان فيديو النهارده يا جماعه، اتمنى يكون عجبكم. بس ما تنساش الاشتراك وتفعل زر الجرس وتحط لايك للفيديو وتكتب لي كومنت حلو زيك كده، وبرضه تعرفني اللعبه اللي انت حابب العب عنها. بس ده كان فيديو النهارده، اشترك بس في القناه اهم حاجه عشان الفيديو ده يوصل لناس كتير والقناه تقترح لناس كتير. بس كده يا جماعه، سلام.